في لعيبه يا صديقي بتقدم اداء تخليك تثني عليها طول الموسم، بعد كده بتختفي. في لعيبه تانية تفضل ثابته على الاداء دوت، ولكن ادائها بيبقى ضعيف. النهارده يا صديقي هنعمل تقييم للعيبه دي، مش تقييم زي اللي في دماغك، بس هنعمل حلقه مين الخمسه اللي انا شايفهم اوفر ريتد في الكوره. في التقييم دوت يا صديقي كل واحد فينا عنده معاييره الخاصه. معاييرنا الخاصه هتعرفها في الحلقه. النهارده مش موجود لوحدي، النهارده معايا اتنين ضيوف انا بحبهم جدا. يلا بينا نعرفهم في الحلقة. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. معايا أستاذ حمزة، شريط الدك أو دكتور حمزة، فأهلا وسهلا. ومعانا الشخص اللي كان دايما عندي خلف الكواليس، محمود أبو اليزيد. اهلا وسهلا. منورني. بنورك. إن شاء الله نعمل حلقة كويسة. جاهزين؟ جاهزين. حلقتنا النهارده زي ما قلنا في البداية إن إحنا هنتكلموا عن خمس لعيبة أوفر ريتد في الكورة. تمام. فكل واحد فينا محدد يعني هيقول الليستة بتاعته. تمام. اتمنى نتناقش بكل احترام وادب ومن غير تطاول ولا بالشتايم ولا بالايد. نحاول. لان احنا بصراحه يعني تمام. تمام. نبدا باول لاعب، اللي هو رقم 5. فانت رايح لمين؟ بص، هو الفكره ان انا لما جينا نختار لعيبه اوفر ريتد، عشان نختار 5 لعيبه اوفر ريتد احنا محتاجين نقول الاوفر ريتد بالنسبه لكل واحد فينا ايه. احنا بنحترم كل الاشخاص، بنحترم كل الاسماء، بس فكره ان كل واحد فينا عنده معيار. فانا كان بالنسبه لي معيار الاوفر ريتد ان انت لاعب خدت قيمه ماليه وخدت شهره معينه او صيت معين، ثم لما جينا نشوف ادائك في الملعب ما لقيناش منك المردود ده. أيوة. فده كان المعيار اللي احنا حطينا على اساسه، او اللي انا حطيت على اساسه فكره ان دي لعيبه اوفر ريتد. انا حاطط المعيار بتاعي ان لاعب ممكن اخره يلعب في منتصف دوري، تمام. منتصف دوري، انما هو بيلعب في فرقه كبيره وما يستحقش واساسي. تمام. فانا حاطط المعيار بتاعي بناء على ده. انا برضو نفس معايير حمزه اللي قالها، وبس بالاضافه لحاجه بسيطه اللي هي اللعيبه وان وندر سيزون اللي هي بتظهر مره واحده وبعد كده تاخد ضجه عالميه كبيره جدا وبعد كده ما بنلاقيش اللاعب ده خالص. تمام. طيب نبدا من رقم 5. يعني انا رقم 5 عندي هيكون جاك جريليش. جاك جريتش. انا برضو شايف ان هو جاك جريليتش. ما انا شايف ان جاك جريتش بصراحه ما يستاهلش لو يخش القائمه عندي، فانا يعني حاطط لوروا ثاني. ما يستاهلش عشان اقل ولا عشان افضل؟ لا عشان اقل يعني جاك جريتش تقريبا ما عملش سيزون حلو غير تقريبا سيزون واحد مع الارسنال. مع استون فيلا، فاهمني؟ بس غير كده ما عملش حاجه. جاك جريليتش فعلا كانت بدايته كلها كانت ظاهره فعلا مع استون فيلا حوالي سيزونين يعتبر، بس حتى هو جاي للسيتي على سيتي السيزون ده. وغير كده لما جه للسيتي ذات نفسها يعني هو كانوا معتبرينه ساعتها اغلى صفقه في تاريخ الدوري الانجليزي، معدي 100 مليون تقريبا. كان معدي ال 100 مليون. فما شفناش المردود القوي للصفقه دي او على الاقل نفس اداء استون فيلا تاني. ايوه. ما هي الفكره ان جاك جريليش هو لاعب من اللعيبه اللي ظهرت فجاه وعملت طفره مع سكواد استون فيلا، ثم لما انتقل للسيتي خد ضغط كبير قوي. فانا شايف ان من اكتر الحاجات مثلا اللي خلت مستوى جاك جريليش سيء للغايه ان جاك جريليش لاعب مش مناسب للضغط السيتي، للريتم بتاع السيتي. هو لاعب جيد جدا في الانديه اللي مش مطلوب منها ان هي اوفر اتشيفمنت. اللعيبه اللي مطلوب منها ان هي تعمل حاجه ستراكشر معينه. انا عايز حريه اكبر، عايز ما يبقاش عندي قيد تكتيك، لان كلنا معترفين وكلنا عارفين ان جوارديولا بيشغل طقوس في مكنه. بالظبط. ايوه. ومن اكتر اللاعب من اكتر المدربين اللي بيقضي على فكره فرديه اللاعبين. هي دي اصلا كانت موهبه جاك جريليش الاساسيه، ان انا راجل. انا شايف ان جاك جريتش بالظبط نفس موقف رافينيا. رافينيا برضه اول ما جاب برشلونه ما كانش افضل حاجه، كانت الجماهير كلها محتاجه اللي هو يمشي، لان هو كان التكتيك المدرب اللي هو انا هرميك على الخط، انا عايز وينجر بيلعب على الخط. تمام. لما هانز فليك اداله الحريه بتاعته اللي هو يخش فرديات، يشغل الفرديات بتاعتك، لا شفنا سيزون خرافي من رافينيا. بس ده سيزون واحد ما نقدرش نحكم لا عليه. هو مش بحكم على رافينيا، هو بقول لك الموقف مشابه. يعني احنا ممكن مثلا لو شفنا جاك جريتش في مكان رافينيا اللي هو خد الحريه بتاعته، تمام. ممكن نشوف جاك جريتش حلو تاني. بالظبط. بس انا لغايه دلوقتي بصراحه انا متفق معاكم في اللي هو اوفر ريتد قوي. بالنسبه لراسانيه، لا انا شايف ان راسانيه عمل فترات مميزه مع بايرن ميونخ، وهو كمان ما كانش اللعيب، عمره ما كان اللاعب اللي مطلوب منه ان هو يتشيفمنت حاجه وخزنه. يعني بالنسبه لي ثانيه مثلا لعيب متوسط، هو مش توب ريتد ومش اوفر ريتد، يعني هو مش يعني ما لعبش في السيتي وما لعبش في البايرن. لا يعني بص وجهه نظري
اصل انت بتتكلم برضو على قائمه فيها 24 لاعب، مش مطلوب من ال 24 لاعب ان هم يكونوا جبابره. بس هو اساسي يعني. انت متخيل الوينج الاساسي بتاع السيتي ماشي بقى الوينج الاساسي بتاع البايرن. ماشي، ما هو في الفترات دي ادى فترات كويسه. انت ممكن يكون في الفتره الحاليه السنه بقى له مثلا سنتين او ثلاثه، مع انه السنه دي يعني احسن من اللي فات بس سيء. بس الفكره ان انت مثلا السيزون اللي هم خدوا فيه الشامبيون ليج مع هانس فليك، دلوقتي السنه كان عامل ازاي؟ ما كانش حلو جيد جدا، والله، ما كان حلو. كان جيد جدا. كان انا جيد اتفرجت على بالعكس. ماتشين اللي قبل النهائي، الماتش اللي قبل النهائي لوراس سانيه كان تقريبا اسوء احسن ماتش. دي كانت احسن نسخه تقريبا للور سانيه إحنا- من بعد الصليب اللي احنا جاله. بنتكلم على سيزون كمان يعني، فلذلك احنا شايف، انا مثلا بالنسبه لي شايف ان ارسنال لا ما يستحقش حتى قائمه الاوفر ريتد، لان هو اوريدي ما كانش مطلوب منه يريت حاجه. يعني ما كانش مطلوب منه ان انا مثلا املى مساحه او اعوض فراغ، عكس لعيبه كتير ثانيه هنشوف ان هو ما كانش مضغوط اعلاميا بس يعني، بالظبط، هو ما كان كانش واخد عليه ضجه بس مش مضغوط اعلاميا. بالظبط، ما كانش عليه سقوط. تمام. اللاعب رقم 4 عند الدك. اللاعب رقم 4 عندي لا يعني هو جدلي شويه، البتاع ده قوي الشيخ. ماشي 4 عند حضرتك. ماشي. انا عندي اللعيب رقم 4 دي جات لوفرين. لوفرين. لوفرين ما اعتقدش اللي هو السنه واخد ضجه عشان يبقى اوفر ريتد. لوفرين هتبقى بالعكس، عارفين ان لوفرين ده تعبان انا شايف ان هو اخد ضجه عالميه كبيره بسبب وجوده في ليفربول. بسبب اللي ما كانش فيه غيره في ليفربول. ليفربول نفسه النادي كان مدي حجم كبير جدا للسيرتيفيكات اللي عنده. حتى لو الاسم مش كبير يعني، حتى لو الاسم هو ضعيف فهو دايما مديله حجم كبير. قيس على كده يعني، هات مراكز في فرقه ليفربول كلها تلاقي المراكز كلها فعلا فيها اسماء كويسه، ما عدا المركز ده ذات نفسه مركز الدفاع ما فيش الاسامي الكبيره عند السيرد باكات. تقريبا هو بالعكس، الطفره الوحيده في قلب الدفاع ليفربول كان فان دايك. هو فان دايك طبعا. عامل سيزون خرافي برضه يعني، السيزون اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه افضل سيزون ليه، اللي هو كان عامل فيه خرافي، اللي كان مرشح للبالون دور. لا بس هو حتى بقيت مستوياته كلها ممتازه جدا. هو فان دايك من ساعه ما بدا مع الليفر تاني، من ساعه ما جه الليفر تاني لا عامل اداء خرافي. بالظبط. فاي حد كان بيلعب جنبه او قبليه ما كانش حلو. لا يعني في اسامي كتير يعني، انا شايف ان تقريبا معظم السيرد باكات في ليفربول كلهم بصراحه اوفر ريتد. جون ماتيب، كان جونز، اسمه بس هي فكره ان ليفربول نفسه من حقه ان انا ادي السمعه بتاعت لعيبتي بنفسي يعني. فكره مثلا ان انت تقول ان لوفرين اوفر ريتد عشان نادي ليفربول كان مديله حجم غير طبيعي. طبيعي ان انا لما الصحافه الانجليزيه ككل برضه، الصحافه الانجليزيه لما كانت مثلا بيبقى ليفربول هو الرنر اب بتاع الدوري، كان هو دايما بيتحسب لهم الارقام عكس ما بيحسبوا للي اخذ التايتل نفسه. اكيد. هي الفكره ان انت مثلا ليفربول لوفرين ما كانش مثلا لعيب التوب، بس ما كانش اللعيب اللي هو يعني كلنا كنا معتمدين عليه كلاعب سد خان. ايوه احنا مش معتمدين عليه بشكل اساسي. شوف مثلا مع اليونايتد حاليا ليندلوف، انت مش عارف اللي هو، انت عارف اللي هو مش لعيب توب، بس هو مجرد ما حد ما عندك بيتصاب فهو خلاص هو مكانه. ما هي الفكره في كده، فلذلك حته ان هو يبقى هو الاوفر ريتد لا. بس انا شايف لوبرين كان عامل مستويات كويسه جدا مع المنتخب كرواتيا. مش دايما برضه، في مواقف كتير جدا ما كانش جاي فيها يعني بالنسبه اللي هو ما تزعلش مني قلب الدفاع منتخب كرواتيا لوبرين وفيدا ماشي بقى. ما هو هي الفكره ان انت بتقارنه بيه. احنا بنقول ان هو كان ممكن يبقى اوفر ريتد في الدوري الانجليزي في البريمير ليج عشان في اسامي ضخمه جدا ومهوله جدا في البريمير ليج، بس ان احنا لما نيجي نقيمه بقى في منتخب كرواتيا او في اليورو برضه يعني يعتبر هما الاثنين اللي تقدر تقول ان هما اهم اثنين في المكان ده حاليا. بس فكره ان هو يبقى اوفر ريتد اتقول لا، انا عن نفسي رحت لحد تمام. رحت لمين انت؟ رحت لصاحبه بقى وصديقه روبرتسون. انا بشوف ان هو ظهير سيء للغايه سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي. انا ما ينفعش يبقى عندي ظهير في نادي بحجم ليفربول مطلوب مني كل سنه ان انا رناوي على اللقب والبريمير ليج، وفي نفس الوقت اكون بلعب على الشامبيون ليج كل سنه، وعندي ظهير معدل اخفاقاته في لعب العرضيات بيتعدى الاثنين و3 في السيزون. انا ما بكلمكش على مستوى ماتش، انا بكلمك ان انت مثلا لو هتديله 5 كور هو هيمس 3 منهم في كل السيزون. بالظبط. فده حاجه انا بالنسبه لي، وفي نفس الوقت الراجل خد ضجه كبيره جدا وكان معتمد اللي هو عمله مع ارنولد مع صلاح مع ساديو ماني كانوا عاملين سيزون حلو، فهو طلع مع الفرقه دي. ماشي، هو ظهر مع الفرقه دي ومره واحده اختفى. هو ظهر فتره ما كملتش سنه او سنه ونص. السيزون تقريبا السيزون اللي هو بتاع اللي خدوا فيه الدوري وصل في نهائي الشامبيونز ليج. بس هي الفكره ان انت على بقيه المستويات وعلى بقيه الاصعده لا، انت وصلت لمرحله ان انت بقيت لاعب سيء، انت عبء على الفريق.
ايوه لدرجه ان كل الناس حاليا اللي بتلعب مكانك سيميكاس اللي هو يعتبر لاعب لسه ملوش اسم، ملوش قيمه كبيره في البريمير ليج، الراجل بيعمل معدل عرضيات صحيحه اهم منك بكتير، لاعب على المستوى الدفاعي عنده تدخلات دفاعيه اهم منك بكتير. ما ينفعش يبقى الباك الاساسي عندي في الفريق مخترق بالشكل ده، ما ينفعش يبقى الباك الاساسي عندي في الفريق ما بيعرفش يعمل التغطيه العكسيه، ما بيعرفش يعمل دفاع المنطقه. فدي كلها حاجات خلتني احطه في واحد من اكتر اللعيبه اللي انا شفتهم اوفر ريتد في الفتره الاخيره، لان هو واخد هايب، واخد شهره من اعلى العقود في ليفربول، ومع ذلك تعالى بقى نشوف اداء، تعالى بقى نشوف ارقام، لا انت مفيش. لا ترتقي لهذا المستوى. طيب انا حاطط عندي اربعه الفارو موراتا. الفارو موراتا لعب في انديه كبيره كتير قوي، وانا شايف ان هو ما بيعرفش يلعب. يعني هو مش إنه ما بيعرفش يلعب، بس مش ده مهاجم اللي اعتمد عليه يجيب لي تشامبيونز او يبقى او ينافس بيه على دوري او الكلام ده كله. يعني لعب في اليوفي، يعني تقريبا ما افتكروش مثلا غير ماتش ولا ماتشين في اليوفي هو اللي عمل فيهم تمام ضجه، كان ضد البايرن تقريبا. يعني هو كان الماتش ضد تمام. البايرن ده اللي كان عامل فيه ماتش كويس. لعب في الريال، لعب في الاتليتيكو، لعب في فرق كتير قوي. انا مش فاهم كمدرب او كرئيس نادي انا شايف ايه مميز في الفارو موراتا. الفارو موراتا اللي هو اجيبه يجيب لي دوري او يجيب لي بطوله. لا هو الفارو مورتا عمره ما كان يعني في مدرب او حد بيعتمد عليه بشكل اساسي ان ده اللاعب اللي انا هعتمد عليه في المرحله الهجوميه. وما زال تقريبا لعب في كل الكبار في اوروبا. لعب في انديه كبيره من الكبار، لكن برضه هي الفكره ان الفارو مورتا عنده اوبشن مش عند حد. الفارو مورتا عنده مدير تحضيرات ممتاز، عنده مدير تسويق ممتاز، انا بعرف احط لنفسي قيمه تسويقيه مقبوله جدا تخليني اخد الفلوس اللي انا عايزها، وتخلي الانديه اللي بتفكر في مهاجم تاني وتالت ومهاجم له بادجت ومهاجم يبقى معايا تحت يبقى واحد من اهم الاسامي المنصوص على الفارو مورتا. انا بشوف ان الفارو مورتا هي خدعه تسويقيه اكتر منها بالظبط. لا سوق اللاعب. بس بجد لا، كان يعني انا افتكر له جت في عليه فتره كان في ماتش الاتليتيكو وريال لما فالفيردي خسروا في اخر الماتش. انا واحد من الناس شايف ان كان حرام يطرد فالفيردي، هو لو سابها هيضيعها. لا يعني هو لو سابها كمل كان هيضيعها اصلا. لا الفارو مثلا في الموسم ده كان محقق ارقام جيده نسبيا. اه ماشي معاه بس كان جايب ارقام جيده نسبيا. بس هيك كان هيضيعها انا عارفه. هو بس هو فكره اوفر ريتد، هو يعني ممكن يكون اللاعب اوفر ريتد، بس هو عمره ما كان برضه اللاعب اللي هو الاون سبوت. ايوه يعني عمري مثلا ما شفت فريق بيقول لك انا مثلا عكس مثلا لوبرسون، عكس لوفرين، عمري ما شفت مثلا بوستر الفريق اللي بيلعب فيه الفارو مراتا منزل صوره مراتا بيقول لك انا عندي المهاجم الخارق. عكس مثلا ما حصل مع لوفرين لما كان بيتعمل له هو فان دايك من ليفربول الدفاع الحديدي، عكس الفريقين الطائرين لما كانوا حاطين روبرتسون وارنولد مع بعض. فالفكره ان انت برضه هو ما وصلش اصلا للبيك عشان يبقى اوفر ريتد. بالظبط. هو مش عمره، هو البيك بتاعه تقريبا ده اللي كان احسن حاجه شفناها ليه، كان تقريبا كان ماتشين تقريبا. كان الفتره بتاعت اتلتيكو مدريد مثلا بعيدا عن المباريات الكبيره كان بيقدم اداء كويس، بس فكره ان هو برضه يبقى لعيب اوفر ريتد هي كبيره على مراته. طيب حتى دي ضيعها. حتى دي حرام، يعني حطيناها غلط اساسا. يعني انا تقريبا مدير التعاقدات هو اللي جابه عندي. انا رقم ثلاثة عندي ريتشاردسون. ريتشاردسون عمل تقريبا بطولة كويسة مع البرازيل، فبقى المهاجم الخارق، وانا شايف انه مش مهاجم اصلا. يعني ما اعتقد هو كان وينج الاول بقى مهاجم مرة واحدة في توتنهام. فلا في حاجة غلط في الشخص ده. الشخص ده ما بيعملش حاجة وبياخد اساسي ومن اعلى الرواتب في فريق توتنهام. لا ففي حاجة غلط في ريتشاردسون. يعني انا مش شايف يعمل حاجة خارقة. يعني هو تقريبا جاب جون باكورد في في المونديال تقريبا. فخلاص بقى المهاجم دوت بقى مطالب من كل انديه اوروبا عشان جاب جون باكورد. لا هو مش طالب خدته. هو مفيش، هو توتنهام بس تقريبا اللي كان يعني هو عمل له هو الضجه. كان توتنهام ساعتها بيدور على مهاجم، وحتى في الفتره دي جاب معاهم جونسون، وكان مفيش غير مهاجم التوفيز ريتشارلسون كان بيلعب مع ايفرتون. ساعتها هو كان عامل سيزون يعتبر كويس، ما كانش السيزون اللي بالك فيه يعني، بس صادف مع توتنهام ان هو كمان عمل اداء كويس في المونديال. ان هو يعني كلاعب من فرق تعتبر متوسطه الترتيب، وانا هجيبه عندي وكده كده التوب بتاع توتنهام انا مش مطالب مني ان انا اجيب حاجه من الدوري، فانا لو هجيب مهاجم شبهه مفيش مشكله للنادي. ايوه بس انا شايف ان انت جيت امتى؟ هو جه في الفتره اللي بعد هاري كين اللي كان فريق توتنهام فيها بيحاول يبني سيجنتشر جديده لنفسه، ما يعتمدش على المهاجم التسعه وعايز مهاجم يبقى حركي اكتر ديناميكي اكتر، والتشانسل عنده قدر جيد من ده. لكن
فجاه المشروع ده انهار، فجاه المدرب اتغير، ففجاه بقى ريتشاردسون اصلا مش مناسب لتوتنهام. بقى تايه في الملعب. انت بتتكلم ان انت بعد ما كنت بتتكلم على فكره ان انا عايز اجيب المهاجم اللي يبقى شاب وابدا اركز اكتر على فكره الوينجات والبلاي ميكر اللي تحتهم، فجاه لا انا رايح اجيب سولانكي عشان انا هرجع تاني العب على التسعه الكلاسيكيه. انا هروح لسولانكي، هروح للمهاجمين اللي بالشكل ده عشان عايز ارجع تاني العب بنفس التكتيك، لان انا مش قادر حاليا اغير الشكل بتاعي. فبالتالي انا بشوف ان ريتشاردسون ممكن يكون من اللعيبه اللي اتظلمت اكتر منها اللي اثرت. يعني انا كنت جاي على اساس ان انا مطلوب مني حاجات معينه انا كويس فيها. ريتشاردسون في حته التحركات وحته الخلفيه وحته السرعه وحته ان انا ابقى مهاجم خاطف وما بقاش محطه قوي، هو ممتاز جدا. لكن المطلوب منه على النقيض حاليا في توتنهام انا ما بعتمدش الشكل ده. فلذلك انا بشوف ان هو اتظلم اكتر منه بقى اوفر ريتد. انا بشوف مثلا ان احنا كمان عشان نحكم على لاعب في سن ريتشاردسون لا، انت محتاج تروح تاخد تجربه ثانيه تكون مناسبه ليك اكتر عشان بالظبط. تلعب اكتر فنحكم عليك. انت اخر مره شفت ريتشاردسون بيلعب 5 6 7 ماتشات ورا بعض عشان يجيب فورم امتى؟ مفيش. المونديال. المونديال فعلا. المونديال بس اللي كان بيلعب السيزون ده حتى ما ظهرش في اليورو ليج كتير بسبب بالظبط. الاصابه. فانت بتتكلم ان انت لسه شويه على ما تقول ان ريتشاردسون في الحته دي. اوكي، وانت رقم 3 عندك كام؟ انا عندي رقم 3 دافيد ألابا. ده بدا رابع. النمسا. النمسا. ده انا متفق معاك فيه بصراحه. دافيد ألابا الصراحه انا شايفه ان هو اوفر ريتد لحاجتين. الحاجه الاولانيه اول سبوت ظهر بيه دافيد ألابا كان ظهر بيه مع بايرن ميونخ السنين اللي هي الفتره بتاعت الحقبه بتاعت 2016 17 18. كانت هو السكواد كله كان كويس فبيحاول مع تبدل ويعني تبديل المراكز بتاعه كان باين دافيد ألابا بس ما كانش هو ده يعني اللعيب اللي من بايرن ميونخ اللي اتقال عليه هو ده السوبر بتاعهم او هو ده فعلا التوب بتاع الدفاع بتاعهم او التوب بتاع الديفندنج عموما. لما جاء حتى الترانسفير بتاعه لريال مدريد كان فري، لكن الاعلام ذات نفسه اداله ثبوت عالي جدا يعني حسسه ان هو المنقذ الكبير لريال مدريد، هو اللي فعلا هيحل مشاكل كتيره لريال مدريد. بل بالعكس يعني انت لو بصيت للسيزون من اول ما جه 22 لريال مدريد لحد الان في ارقام كارثيه جدا لدافيد ألابا. ويعني تكاد تكون يعني الارقام دي ما بتحصلش ياما كمدافعين على قد ما هو اخد الضجه الاعلاميه دي. لا اخد فلوس كمان. بالظبط. العقد بتاعك تقريبا الثالث في العقد بتاعهم في 22 مليون يورو، رقم انت كبير. بتتكلم ان انا باخد رقم محترم كل سيزون. في نفس الوقت انا راجل اصاباتي كتير، انا راجل التزامي مش بالقدر الكافي، انا راجل حتى لما بلعب بعمل مشاكل كتير كتكتيك كخطه كتحرك. يمكن يكون حته تغيير المراكز الكتير جت عليه شويه، بس انا بالنسبه لي برضه لا دافيد ألابا. انا شايف بصراحه ان دافيد ألابا كان عامل اداء كويس برضه جدا مع بايرن ميونخ. كان كويس يعني، هو كان كويس. الفكره ان هو كان كويس فما كانش هو مش برضه، فاتفق معاك هو ما كانش واو بس ما كانش وحش يعني. دافيد ألابا ما كانش وحش، ما كانش له كذا بالظبط. لا هو كان عامل شغل كويس، بس لما راح ريال فعلا اصابته كترت فبدانا نشوفه اداء خرافي من دافيد ألابا. انا هرجع تاني لتوتنهام وهروح معاك في ريال مدريد، اختار واحد لعب في الاثنين واختار جاريث بيل. انا بالنسبه لي واحد من اكتر الصفقات الفشنك لو تضربش نار جاريث بيل. جاريث بيل عمل حاجتين، هرب وعمل باكورد في كاريوس. سيبنا من هرب وخلينا في كاريوس. هي الفكره ان هو واحد من اكتر اللعيبه اللي لما جت خدت هايب وتعمل له سيشن تصوير وبداوا يفكروا ان هم ينتجوا فيلم عنه وعن رحلته. هو كان لاعب جيد في توتنهام، كان لاعب ممكن يكون هو ممتاز في توتنهام. هو كان حلو، شكله حلو جدا في مركز الباك. بص هي برضو ما كانتش مركزه، هي الفكره ان انت في الوقت ده ما كنتش بتلعب بيه كباك يعني حتى ما كنتش بتلعب بيه كتوتالي باك. باك عصري زي ما بيقولوا. يعني كان باك عصري. فالفكره ان انت لما انتقلت بقى لريال مدريد معلم انت ما عملتش حاجه. انت يعني محدش هرب بس يعني بالظبط يعني هو فجاه كان لقى نفسه بيلعب جولف مع برشلونه. فالفكره ان انت بتتكلم ان هو كلاعب خد فلوس عقد كبير، مسيره طويله جدا، اصابات كتيره جدا، اداء في الملعب سيء. كان ممكن ينهي كمان مسيرته بطريقه افضل من كده بس هو خد الفلوس اللي هو مش هنشيل هديهم مرتب اللي انا باخده هنا
فانا قاعد لحد ما اخلص. بص هو برضو اقول لك حاجه، هو ما كانش في ايده حاجه تانيه. الراجل اتعرض للبيع في اكتر من سوق انتقالات وما جالوش عروض تستحق النظر. حتى السعوديه لما كانت بتفكر في لاعبين محدش طرح اسم جاريث بيل. حتى انديه الخليج اللي كانت بتستثمر من قبل السعوديه في قطاع كره القدم محدش طرح اسم جاريث بيل. تركيا محدش طرح اسم جاريث بيل. وحتى الناس اللي كانت بتقول جاريث بيل كانت بتقول ارقام زهيده جدا مقارنه بالليفل اللي هو فيه. فلذلك انا كحد عرفت ان خلاص ده اخري، ده اعلى حاجه انا هوصل لها. وفي سني ده ماليش كامباك، او بالنسبه له كمان ما كانش ليه كامباك، لان الراجل فقد الشغف في كره القدم، اتجه لعالم الجولف والاستثمار، وان انا هبقى لاعب رياضي متكامل هعمل كذا حاجه. فهو ما كانش يقدر يحسن صورته اكتر من كده. هو دي افضل نهايه بالنسبه لي، او نهايه مستحقه جدا للاعب لازم يتنسي. كده كلام مدريد، لا لا كده كلام مدريد. ايوه لا بس هي فكره ان هو لاعب لازم يتنسي. ان احنا حتى لما بنقعد في ريال مدريد محدش فاكر اعتزاله كان عامل ازاي. محدش فاكر مثلا محدش فاكر اهم لقطتين ثلاثه مثلا قبل الاعتزال. فلذلك انا بشوف ان هو واحد من اكثر اللعيبه الاوفر ريتد از سالري، از شو، ككل حاجه. لا هو واحد من اللعيبه اللي انا لازم احطهم في قائمه الاوفر ريتد. تمام معاك. نروح لرقم 2. عظيم جدا. عندك انا رقم اثنين عندي في القائمه، وحد هيبقى خناقه كبيره جدا، هو بول بوجبا. انا بشوف ان بول بوجبا اوفر ريتد. بص هي مش تبقى خناقه، انا متفق معاك. كويس. مش تبقى خناقه قوي، بس هو بول بوجبا عمل فتره قويه جدا قبل ما يخش اليونايتد. فتره اليوفي. فتره اليوفي، فترته مع فرنسا كان عامل هي حته مع فرنسا دي بقى. هي حرفيا بوجبا كان موهبه نص ملعب في العالم، كان حاجه بيعمل حاجات خرافيه. انا شايف انه بس دخل اللعبه بتاعت اليونايتد. انا شايف الفريق ده فريق لعنه والله. لا لا ربنا يكون في عون مشجعينه. بس ده فريق اي حد بيخشه بيبقى ما بيعرفش يلعب، واي حد بيطلع منه بيبقى ايه نجوم. لا مش شرط. مش شرط. يعني عندنا مثلا اثنين السنه دي ابسط مثال، ماكتوناي ومارتيناي. وانتوني. فالاثنين طلعوا من ماشي. وراشفورد. بالظبط. فالمقابل إيه ده؟ لا برضه في لعيبه كتير مشيت ما بقتش نجوم. يعني فكره ان انت تصنف ان النادي ده اصبح لعنه، لا انا شايف ان هي لسه شويه. لان انا برضه شايف ان هو كفريق، لا هو فريق صانع كمان النجوم. لا هو كويس جدا. انا بتكلم على واحد من اكبر مدارس كره القدم في العالم. هو الولد بعد السير. لا مش شرط مش شرط برضه، هي نفس الاستراكشر نفس وده ميزه التخطيط الطويل اللي احنا دايما بنقول ان هو اساس اهم حاجه. انت عندك سير اليكس فيرجسون مشي من كام سنه، لسه الاستراكشر موجوده، لسه التخطيط ماشي. اي نعم حصل حاجات كتير جدا ادت لسوء الاداره، الملعب بدا يتدمر، البنيه التحتيه بقت اسوء، النادي نفسه بقى طارد جدا للاعبين، حتى اللعيبه في سن صغير كلهم بيحاولوا يلاقوا عروض في سن صغير ويمشوا. ولكن يظل مانشستر يونايتد هو مانشستر يونايتد. طيب فايه رايك يا حضرتك في بول بوجبا؟ انا بوجبا بالنسبه لي الصراحه لعيب ستار، لعيب كبير. بس اللعيب ده هو ما ركزش اكتر على حته الكوره واللعب، لانه اتشتت فعلا في اليونايتد من قبل المدربين، مش من اليونايتد ككل. تمام. هي الوحش في اليونايتد بيئه اليونايتد، مش اليونايتد ككل. لكن هو كلاعب الصراحه كان لا يعني حاجه خياليه، يعني مش اداء لموسم واحد او موسمين. هو كان ليه رؤيه يعني كبيره في الملعب، وكان ليه تمريرات كويسه جدا. هي الفكره بقى، انا مثلا خليني احطه عندي في ان هو لعيب اوفر ريتد. انا لعيب ليا لقطات، بس اللقطات دي مش هي اساس دوري. يعني انا لعيب بسدد بشكل كويس جدا، دي حاجه عظيمه. عندي قدره جيده نوعا ما على المراوغه، دي قدره عظيمه. انما ان انت تكون بتلعب في نص الملعب وما عندكش القدره على ان انت تتحكم في الريتم، ما عندكش القدره ان انت تحافظ على الكوره. خلي بالك مش كل اللعيبه عندها القدره دي. ايوه ما هي الفكره تمام، بس انت اتبعت بعت ان انت الطفره القادمه دي لان اداره اليونايتد نفسها ما بتعرفش تهندل الكلام ده. من قبل اليونايتد. انت معلش هو ظهر بشكل ممتاز جدا مع فرنسا، كان مطلوب منه ايه مع منتخب فرنسا؟ مين اللي كان وراه؟ كان تقريبا الرابيو وماتويدي. كانتي. كانتي انجولو كانتي. كان ماتويدي وكانتي. انت بتتكلم رابيو، ماتويدي، كانتي، دول الاسامي اللي بتبدل، او دول الاسامي اللي بتلعب في الفتره دي. هنا الثلاثه مش هيخلوك محتاج تقطع كوره، الثلاثه مش هيخلوك محتاج تعمل ريد بدني. معلش بول بوجبا من اسوء اللاعبين اللي انا شفتهم في توزيع المجهود.
بول بوجبا في المباريات اللي كان بيطلب منه فيها ان هو يأدي مباراه بدنيه على مستوى عالي، مباراه بدنيه يكمل فيها 90 دقيقه او 80 دقيقه وهو في التحامات وطخ وخبط وبتاع، حتى في الدوري الايطالي مع اليوفي بالظبط. كان هش جدا بدنيا، سهل قوي ان انت تخش فيه التحام عنيف توقفه هو لدرجه نفسه على ان فترات من الماتش كان ما بيبتديش يضغط، بالظبط بيبتدي يتحرك بالراحه. هبدا امشي، هبدا اقلل مجهودي جدا، لدرجه ان انا في ليه فيديوهات واللعيبه بتزعق له عشان يتحرك، لان هو من اللعيبه اللي الريت البدني بتاعها مش اعلى حاجه. فلذلك انا كمهام مركزي او كالشموليه اللي المفروض تبقى عندي في المركز ده، او الحساسات اللي المفروض تتحكم عليها في المركز ده، في منها حاجات كتير قوي انا كنت سيء فيها على فترات طويله. ومع ذلك انا كنت سوبر ستار، انا كنت باخد عقود فلكيه، انا باخد رعايه فلكيه، انا اليونايتد قال ان انا المشروع القادم، لدرجه ان انا بدات اخش في خلافات مع المدربين واخش في خلاف مع الاسامي، لان انا شايف نفسي اكبر من النادي واكبر من المدربين واكبر من كل حاجه حواليا. وفي النهايه توقفت عشان المنشطات اللي بالظبط. انا طلعت بعد كده انكرتها، ولكن هي حقيقه لا يمكن انكارها، ان بول بوجبا كان بيتعاطى المنشطات. بالظبط. دي حاجه خلاص تم اثباتها قانونيا واتحكمت عليه فيها وتحليل وبتاع. وحاليا هو بادئ اعاده مسيره مع كومو، لكن حتى السنه دي مع كومو مش من الاسامي البارزه. سوري. يعني نيكو باز من الاسامي من البارزه الناس جدا البارزه في جدا كومو. فعلا، حتى ريال مدريد بيفكر يرجعه تاني. هو بنسبه كبيره هيرجع تاني ريال مدريد، لكن اهو. فانا بالنسبه لي هو واحد من اللاعبين اللي انا شفت ان هم اوفر ريتد بس. رقم اثنين عندك المدافع كيم من جورج. عندك مشكله مدافعين مع المدافعين عموما خط الدفاع، باكات قلوب دفاع المشكله احنا. هو جايب شخص بيلعب في بايرن ميونخ ما لعبش في درجه ثانيه في الدوري الالماني. ماشي. حرام بجد يعني، ده حرام يتحط هنا بال... تضييع لوقتنا بالعكس ووقت. بالعكس، انا شايف ان هو بدايه كيم من جوي فعلا كانت مع نابولي، وقلنا ان اللعيب هو ساعتها في السكواد ده كل لعيب منهم لوحده منظومه، كل تمام. لعيب منهم يقدر يبني الفريق ويقدر يخليه احسن. لما كل واحد منهم بدأ يطلع، يعني مفيش غير من الفريق، مفيش غير اللهم كفاراتسخيليا، مهم. وهو كان هو فعلا ستار طالع من الفريق، وهو حاليا في باريس سان جيرمان. ريال اقدر اعتمد عليه فعلا. السنين عامل برضه سن كويس مع بالعكس مش رهيب، بالعكس مش جيد يعني، بس خالص. مش اللي يخليه مثلا يطلع من جالاتا سراي على محطه ضخمه. بالظبط. هل ده اوسيمين بتاع نابولي؟ لا. يعني هل ده اوسيمين اللي هو فتاك على المرمى؟ نهائي لا. سيزون واحد ده، السيزون ده بصراحه خلى اسمه منطلق في السوق كله، وكان اللي هو يروح بلد السعوديه دي كانت مفاجاه تقريبا، بالظبط. مفاجاه رهيبه اللي هو سمين اللي فرق اوروبا كلها خد عليه بقى دلوقتي في بلد السعوديه. لا هو الراجل دخل في مشاكل مع الاداره، والاداره عندته، والعقد الوحيد اللي كان قدامه هو عقد جالاتا سراي. بالظبط. بالاضافه ان كيم مين جوي نفسه في الفتره اللي هيمشي فيها من نابولي جاله عروض ياما جدا، جاله من كذا نادي، وكانوا برضو معتبرين ان هو هيبقى لعيب تقيل، لعيب كويس جدا. اول ما رحنا بايرن ميونخ السيزون الاولاني كان يعتبر، مش هقدر انكر او يعني انكر دور باير ليفركوزن ساعتها السيزون ده، لان هو كان قوي، كان ظاهر، كان موجود، لكن فعلا كانت الاخطاء لا تغتفر مع بايرن ميونخ. تمام. كان خروج من دوري الابطال باخطاء غريبه جدا. كان كيم من جوي في نو كيميا بينه وبين اوباميكان خالص. كان دفاع البايرن هش جدا. لا ما هي الفكره برضو ان انت هتبقى ظالم قوي لو حطيته في المقارنه دي. يعني كيمن جاي هو اللاعب المفروض يبقى نيكست، يعني مش سبوت. يعني حتى في نابولي ما كانش هو العمود الاساسي في الدفاع، يعني الفرقه كلها كانت بتلعب بالكره دي، كان في جنبه مدافع كبير جدا كان كوليبالي، لكن ما كانش هو الريتد ستار. فجاه انت رايح على بايرن ميونخ مطلوب منك طول الوقت ان انت تبقى ريتد ستار، مع اوباميكانو اللي ما فيش خلاف انا عليه ان عشان هو كده مش بقول لك، كتير. انا لما جيت بايرن ميونخ مطلوب مني ان انا هبقى ستار، او انا ستار، او انا جايبك عندي عشان انت كويس. في الاخر انا ما لقيتش منك الدور المطلوب لسيزونين كاملين، ما لقيتش منك فعلا الدور المطلوب، اللي هو بايرن ميونخ اوريدي انا باخد الدوري، انا باخد كاس المانيا، انا يعني موجود في الحته المحليه دي. برضو انا شايف ان كامل جاي زي ريتشاردسون مثلا من الناس اللي محتاجين نشوفها في تجربه مختلفه عشان نحكم عليه، سواء هيتحط في حته اندر ريتد او اوفر ريتد او ان هو مظلوم او غيره، لان الراجل برضو ما لعبش كتير وجاي في فتره مش جيده دفاعيا في لبايرن بايرن ميونخ. لان هجوميا بايرن بيعمل ارقام خرافيه كالعاده وبيسجل بالظبط. اهداف وبيوصل من مناطق بعيده، لكن دفاعيا نص الملعب للدفاع انت عندك مشاكل كتير. كوريتسكا بدا
يريح، كيميتش بدا يريح، كبر برضه وكانوا طول بالسن. عمر بالظبط، كانوا بدا خلاص يعني مش مهتم. هو ما بدأش اصلا. مكانه ما بدأش اصلا. فلذلك برضه ان انت تحكم على تجربه لاعب ان هو سيء من البدايه كده من غير ما يبقى فيها مثلا زقه زقتين او حد يسنده، بتبقى قاسيه شويه. فلذلك انا بشوف ان كيم من جاي لا يعني لسه شويه عشان يتحط في حته اوفر ريتد، هو دفع فيه رقم جيد كبير. مش كبير، جيد معقول. برضه بياخد عقد متوسط مش كبير. فلذلك حته ان هو يبقى اوفر ريتد لا، هي ممكن. انا بشوف ان كيم من جاي من اللعيبه اللي بتتحمل سوء المنظومه، فبنهاجمه هو شخصه. يعني هل غلطه كيم من جاي ان احنا ما جبناش مدافع تاني او ما سالناش عن اوباميكانو؟ لا بس هل انا جايبه منطقي فعلا ان انا هخدم باقي المنظومه بتاعتي الدفاعيه. هل منطقي ان انا اجيب لاعب صغير في السن، في سن كيم من جاي وتجربته صغيره عشان ابني عليه فرقه؟ ما انا جاي بسبب ضجه نابولي. ما هي انا حاضر وظاهر بسبب ضجه نابولي. انا مش جاي بايرن ميونشن علشان انا كنت يعني كنت كويس. ما هي الفكره ان انا دي بقى اللي انا بكلمك في حته سوء الاداره. انا كاداره عندي سكاوتنج المفروض ابقى عارف ان اداء كيم من جاي مستمد من اداء الاستراكشر اللي فيه المدافعين اللي حواليه. كامل. بالظبط، عشان اخد من اللاعب ده نفس الاداء ده محتاج اعمل له نفس البنيه دي، نفس فكره تشارلسون. عشان اخد منه مميزاته محتاج ان انا العب بالشكل اللي يخلي مميزاته دي تبان. بس هو البيئه دي في بايرن ميونخ مش موجوده. هو اعتقد من بعد اساسا بواتينج من ساعه ما مشى من البايرن وفي مشاكل كتيره جدا في دفاع البايرن. في بيجربوا فده كان بيعوض ان بيجربوا انا فريق هجومي فبجيب جوان كتير، بستقبل جوان كتير بس بجيب جوان اكتر، فده اللي مخليني قوي ومخليني ظاهر اوروبيا وظاهر في الدوري لا، الالماني. وكمان كان عنده ناير بيشيله فترات كبيره. اي نعم هو نوير بقاله كام سنه مش في مش في الحته التوب بتاعه، بتاعته بس برضه هو مش في طبيعي، التوب برضه من اعلى. لكنه جيد جدا. بس فلذلك كيم جاي لا يعني لسه شويه. ماشي. انت مين اثنين؟ انا عندي اول حارس ذكر اسمه النهارده او فيكتور مونز. فيكتور فالديز. مع اني كتالوني بس حرفيا طول عمر برشلونه عندها مشاكل في حراسه المرمى. يعني مثلا ما افتكرش حارس قبل فالديز، ما افتكرش حارس مع فالديز. يعني دايما الفرق الكبيره تلاقي فيها الحارس الثاني حارس مش وحش مش سيء، انما فالديز ما كانش فيه غيره، والحارس الثاني فيه فرق رهيب. كان قاعد له بينتو. كان بينسو كان الثاني بتاعنا، وكان في فرق رهيب في المستوى. فده خلى فالديز هو النجم اللي برشلونه عملته النجم رهيب، مع ان كان في عندنا مشكله في حراسه المرمى. يعني مثلا كنت بتلاحظ دوت لما نروح منتخب اسبانيا تقريبا عمره ما لعب اساسي على كاسياس، على كاسيه صح. ومع ان دايما كان بيحط في المقارنه ده تمام. حارس برشلونه وده ده حارس حارس ريال، ريال. بس دايما عمره ما كان يلعب على كاسياس لان كان في فرق رهيب بين المستوى. لا هي المقارنه كانت محسومه من البدايه. هي كاسياس في حته ثانيه. ولكن فالديز المفروض حارس فريق كبير، حارس بينافس، يعني حارس بينافس اوروبيا ياما، موجود لازم يكون متواجد على الساحه كل سنه. فلا انت مش لا تصلح ان انت تبقى حارس في فريق كبير. يعني غلطاته انا كنت بشوف ان هو غلطاته اكتر من تصدياته. تمام. يعني انا لو في اربع كور جينا عليا اعرف صدر اربعه هيجي منهم اثنين. تمام. فلا كان في مشكله رهيبه في حراسه برشلونه. وحتى بعد كده انا شايف في مشاكل كتير في حراسه برشلونه. يعني تقريبا هم سيزون واحد عملوا تريش تيجي. هي بتاخد كيرفز يعني حراسه المرمى في برشلونه معظم الاوقات تحس ان هي واخده كيرفز كده. هو هو يطلع هو سيزون واحد يبقى اتعمل اي خير. ساعتها اللي هو تريش تيجي، سيزون واحد اللي هو كان شايف اول ميسي لوحده. تمام. انما على المستوى العمومي لا، في مشكله في مشكله كبيره جدا في حراسه المرمى. حتى في اللاماسيا اللاماسيا بتطلع مثلا مواهب في كل مركز في الملعب ما عدا حراسه المرمى. تحس ان هم ما بيلعبوش بحارس، وقفوا ليبرو فاهمني ويلعبوا كوره ويكون صار. كده كده هتيجي جول. هتيجي كده جول حتى لو في حد بيصد. بس بجد لا، في مشكله رهيبه عندنا في حراسه المرمى. ما هي الفكره بقى ان احنا عشان برضو نفس القصه بتاعت الحب. هو فالديز عمره ما اتصدر على نجم الفريق، عمره ما اتصدر بوست، بالظبط. عمره ما كان من اعلى الرواتب، عمره ما كان بالظبط. من اللعيبه الايجو اللي عندك في الفرقه بس اللي ما بتخبطش فيها. حارس خد برشلونه حارس برشلونه مش اكتر ولا اقل. يعني عمره ما اتقال ان هو الحارس الاسطوري حتى في برشلونه، ما اتقالش حتى ان هو من افضل الحراس في تاريخ برشلونه. فهو كان محطوط في حتته. ممكن اداره برشلونه كانت تتحمل جزء كبير لان انا رحت صرفت فلوس كتير في لعيبه تانية والناس ان انا محتاج حد معايا في حراسه المرمى اكيد. بس هل انا ابقى اوفر ريتد وانا بتشتم وانا بنتقد؟ يعني اعتقد ان الصحافه الاسبانيه كانت
كل فتره كده كل ما يلاقوا نفسهم زهقانين مش عارفين يتكلموا في ايه يروحوا يقوموا يتكلموا فاتحين على ملف حراسه المرمى في برشلونه ويجيبوا فيكتور فالديس يقعدوا يلطشوا له شويه ثم يمشوه ويقفلوا ونشوف الفايل بقى ده ايه اللي تاني. هيحصل. خلاص انا فهو حتى ما خدش القدر بتاعه ولا كفلوس ولا كرواتب ولا كحاجه عشان يتقال ان هو اوفر ريتد. هو الراجل كان معروف ان عشان بص انا شايف ان فكره ان انت تبقى حارس مرمى في برشلونه او ريال مدريد انت لازم يبقى عليك يظبط. طبيعي. يعني مثلا تشيزني السيزون دوت هو مش عامل سيزون خرافي، تمام. عامل سيزون جيد نسبيا بقيمه اللي هو جاي فري راجع من الاعتزال جيد، مش هقول لك اللي هو يعني تمام. مثلا كان ممكن يشيل جوان دخلت فيه بس ده اللي هو غلطته. ما تقدرش تقول ان دي غلطه تشيزني، بس لو حارس عنده جول او حارس صغير او حارس قوي هيشيل كور. يعني احنا مثلا بنشوف تصديات تيو كورتوا خرافيه. بنشوف مثلا عمل شفنا السيزون دوت يان سومير برضه عامل خرافات تصديات خرافيه. يعني سوبر بديل اونانا اللي ب 6 مليون واونانا ب 60 مليون يان اوبلاك بيعمل اعجازات بيعمل تصديات ممتازه. انما تيجي تبص على حراسه برشلونه السنه دي مثلا تشيزني وصد كور وشال 18 بس ما تقدرش تقول ان هو الحارس الحارس اللي انا اقدر هي الفكره بقى جاي كمان. حلو بناء على اللي انت قلته ده تقدر تقول تشيزني اوفر ريتد؟ لا نفس المعيار. بس انا بقول تشيزني وليد عشان لعب سيزون واحد في برشلونه بس ايام يوفي لا كان حارس رزق. هل تقدر تقول ان تير شتيجن اوفر ريتد؟ هو حرام انا كسرت احط والله خش يقعد ورا بامانه خفت يصورها. هاخدها اصورها بجد ده في الرقم بتاعنا. طيب انا اشوف ان مثلا لو كان في حد يتحط في الليسته دي ما يبقاش فيكتور فالديز، كان يبقى تير شتيجن. لان بمنتهى الصراحه الراجل لا خد فلوس ولا خد شهره ولا خد حاجه. الراجل كان بيقف يصد وبيشيل لك كور، اي نعم مش اخطر حاجه، كان بيعمل معاك ماتشات جيده ما كانش بيعمل ماتشات ممتازه وفي الاخر كان بيتلطش لان هو حارس مرمى سيء يعني. ف ما انا لو اتكلمت على تشتري انا هتحرق مش اوفر ريتد. طيب نيجي بقى رقم واحد. انت قلت رقم اثنين عندك كان مين؟ كان كم من شويه ازمه المدافعين. اوكي نخش في رقم واحد هو لويس سواريز. لويس سواريز. لويس سواريز مين الاسباني ولا الاوروجواني؟ لا الاوروجواني. الاوروجواني هو ده. طيب لويس سواريز هو مهاجم. انا عندي مشكله فعموما في حته المهاجم في حاجات معينه. تمام. يعني انا دلوقتي لو انا كان مطلوب مني كارقام اجوان، مطلوب مني بطوله، مطلوب مني مراكز، مطلوب مني حاجات ياما جدا. تمام. سواريز على المستوى الدولي ما كانش احسن حاجه. سواريز كان في مهاجمين في الحقبه بتاعته كانوا شايفين ساعتها ان سواريز احسن، لما هم خدوا فرصه سيزون واثنين وثلاثه لكام سيزون بعد كده اتضح ان ارقامهم احسن، ومش على سنين كبيره، يعني مش على حقبه كبيره قوي زي اللي عملها سواريز. سواريز ليفربول اداء جيد جدا، اداء مفيش اختلاف عليه. لكن احنا جينا برشلونه، احنا جايين وطالعين مع واحد زي ليونيل ميسي بيوصل لي الكره بكل سهوله، بيبقى معاه واحد شبه نيمار، معاه خط نص حدث ولا حرج. فالفكره كلها هنا الارقام اللي هو بيتعامل بيها يعني كان بيجيب كام جون في سيزون علشان ياخد بيه الهداف بتاع الدوري، كانت بتبقى ارقام ضعيفه جدا، مش مقارنه بالارقام اللي موجوده دلوقتي كمهاجمين. انا مش بتكلم الرقم اللي هو ضعيف اللي هو مش موجود، او الرقم ان هو 15 جون 20 جون 25 جون، لا ده في ارقام دلوقتي بتبقى 30 و35 وارقام في دوريات من التوب. فدي نقطه مش شايفها من النقط السلبيه عند سواريز مع المنتخبات نفسهم. 2018 كان اقصى دور وصلوا له تقريبا كان ربع النهائي، ساعتها قابلوا فرنسا وخرجوا. تمام. ما كانش فيه الاداء اللي من سواريز اللي هو الكبير، ما كانش فيه الاداء اللي فعلا هو ده لويس سواريز اللي هو فعلا قيادة برشلونة، اللي هو مهاجم فتاك. 2014 ما شفناش منه اللقطة اللي هي اللي بالك فيها برضو في كاس العالم. فانا دلوقتي كمهاجم شبه ده ممكن نجيب اسامي المهاجمين ياما فضلوا موجودين في الحقبه دي معاهم، وفضلوا موجودين معاهم زي مثلا كريم بنزيما كان في فتره كبيره جدا مع ريال مدريد، كان يعتبر هو المهمش عن الفرقه اصلا. ما كانش هو التوب فينيشر للفرقه نفسها. لما كريم بنزيما اخذ
فرصه للسيزونات. انا مش هجيب لك السيزون اللي خد فيه البالون دور، سيزون زي 2020 زي 21 السيزونات دي هو ما عملش الاداء الواو، بس كان بنزيما موجود. تمام. في مقارنه مع لويس سواريز، يعني قصاد لويس سواريز اللي هو كان كل سيزون مثلا ارقام مش هزيله جدا في الشامبيونز ليج في سيزونات كتير، بحكم ان اصلا برشلونه ما كانتش بتكمل في البطوله، مش عشان سواريز ما كانش اللي هو، بس هي فعلا كان ما بيجيبش الارقام اللي بالك فيها. سواريز لو هتبص على كميه الماتشات اللي اتلعبت لبرشلونه نفسها هتلاقي كميه الاجوان مقارنه بالماتشات دي ضعيفه. تمام. فده النقطه عندي الاساسيه للويس سواريز لانه اوفر ريتد فيها. هو هيرد عليك. وانا اسف، انا بعيدا عن كريستيانو رونالدو الفتره اللي كان بيلعب سترايكر، وبعيدا عن رونالدو الظاهره، انا شايف ان لويس سواريز من اعظم المهاجمين اللي عبر تاريخنا. ذكي تكتيكيا، يعني المهاجم اللي بيعرف يشوط، اللي بيعرف يعمل ثرو يوصلك للجول، اللي بيعرف يمرقص واحد واثنين وثلاثه ويحطها جول، بيعرف يشوط من بره ال 18 وحطيتها حلو. كان بيعمل كل احنا حاجه. في الاربع لعيبه اللي اتقالوا سواء لكل واحد فينا احنا ما انكرناش نهائي دور اي واحد فيهم كدوره في الملعب. لا تمام. انا بتكلم دلوقتي ان انت هو مش اوفر ريتد، لا سواريز كان بيجيب جوان، كان بيعمل اسيستات، كان مهاري، كان بيعرف يوصل الجول، كان بيعمل كي باص بالعكس كتير. انا كنت شايف اللي هو محرك الفريق كله كان ساعتها ليونيل ميسي، هو اي هو طبيعي. المحرك. هو لما جيت ذكرت دلوقتي بنزيما قلت ايه؟ كان مهمش ليه؟ عشان كان محرك الفرقه عندك ساعتها كريستيانو. اصل ما تزعلش مني، مش فرقتي فيها كريستيانو وفرقتي فيها ميسي واروح ادور على حد تاني يساعدهم او حد تاني يبقى هو بالظبط بالظبط. بس انا ما لقيتش سواريز في ماتش هو اللي محرك الفريق كله. بالعكس انا ما شفتش ماتش ليه. انا مفيش في دماغي برضه 13 بس اللي في دماغي دلوقتي ماتش باريس، ماتش برشلونه وباريس. حرفيا هو بالعكس انا شايف ماتش باريس نيمار رقم واحد في الماتش ده. لا اللي كان على ماتش السته، ماتش الاربعه بتاع باريس السيزون اللي قبليه تقريبا او اللي قبله، اللي خرج فيه ديفيد لويس خورمين في نفس الماتش وراح حط الكورتين جول. الكوره اللي هو جاي يحط فيها راح خرمه وراح حاططها من بره ال 18. انا شايف ان القرار زي ده اساسا ان انا اخرج ديفيد لويس او بيحط له فيها راح مديله كوبري وراح معدي، انا في ايدي ان انا اخش ال 18 وعندي كذا اوبشن بعد كده ابقى اقرب للجول. هو قرر يحطها في ال 90، يعني الجول قدامي اهو، ممكن احطها في الارض، ممكن امرقص، ممكن اخش اكتر احطها تشيب، اعمل اي حاجه، بس انا قررت من بره احط ار 2 في ال 90. فده انا شايف بصراحه يعني الهاتريك بتاع ليفربول. تمام. لا سواريز عمل حاجات في الكوره كانت اعجازيه. الجول اللي جابه كعبه في اخر فتره دي مع برشلونه، اللي هو كان ضرب الجول راح جايبه كعبه وحطه في الزاويه الثانيه. لا سواريز كان بيعمل حاجات خرافيه. هو يمكن عشان كان مغطي عليه ميسي، كان معاه حد مهاري جدا شبه نيمار، بس لا انا شايف ان في زي ما انت اديته حقه ان هو كان بيلعب مع ميسي، كان بيلعب مع نيمار، هو ده فتره كبيره كان بيلعب وراه راكيتيتش، كان بيلعب وراه باوليني، كان بيلعب وراه واحد اسمه دينيس سواريز. ما هو في الفتره دي بقى، في الفتره دي انا هنا انت قلت الكلام وعكسه. انا قلت لما في الفتره اللي كان مع نيمار وميسي والفتره دي، طب ما الفتره دي نفسها الثانيه هو اللي شايف هو وميسي وكان بالعكس سيزون واحد. بالعكس ان سواريز طلع راح لاتلتيكو مدريد ظهر وبرده كان سكواد ضعيف. انت بتتكلم عن سيزون انا عملت سيزون وحش فمشيت رحت اتلتيكو. انا عملت سيزون وحش مش مسيرتي كامله اللي انا مش المسيره كامله. دلوقتي انا لاعب اوفر ريتد ان انا ما استاهلش الفتره اللي انا فيها. لا انا شايف ان هو كان الاعلام، انا بقول لك قصد كلامي، الاعلام مديله السبوت، لو انت ما فهمتوش مديله السبوت لاجل ان انا لاعب لبرشلونه. لا هو لاجل ان هو لاعب كويس، لاجل ان سواريز كان مهاجم كويس. خلينا بس نوضح كده كلامنا. احنا ممكن نقسم اصلا فكره سواريز بالنسبه لي انا لثلاث حاجات. سواريز ليفربول ده كده كده مفيش جدال عليه، كان اندر ريتد اصلا، يعني أنا كان مهاجم خرافي، شويت، جناح ماشي، كل حاجه، كان لاعب متكامل. ثم فترته مع برشلونه ايام بداياته في برشلونه لما كان الفريق عنده قدر كبير من المرونه، لما كان واقف على رجله ايام نادي سان. ثم الفترات اللي كان الكل فيها سيء. عشان نقيم لاعب ان هو نقول ان هو اوفر ريتد، لا يعني انت بتتكلم ان هو واحد من ثالث هدافين نادي برشلونه، او من قائمه هدافين برشلونه، مش عارف الثالث او الرابع، واحد من الهدافين التاريخيين للليجا، من الهدافين التاريخيين للليجا في المواسم اللي هو لعبها. فحته ان هو ما كانش جاب الارقام اللي بالك فيها، لا هو جاب الارقام اللي بالك فيها،
هو جاب ارقام كبيره بس كان في ارقام اكبر. هو جاب ارقام على جيده. الفتره اللي لعب فيها لا مش كان الفتره، فيه. انت هنحكم على كل فتره لوحدها. الفتره بتاعت ليفربول كان ممتاز جدا. الفتره بتاعت ام اس ال هو رهيب، كان من اكتر المهاجمين اللي يخوفوك. الراجل شغال يعني معاه اتنين كويسين، معاه ميسي، معاه حد تاني نيمار، بس الراجل برضو كان مقدم مستويات رهيبه. ثم فتره انحدار الكل بدا هو كمان، رغم ان هو في الفتره دي كانت فتره انحدار الكل لكن كان ليه لقطات مميزه. الراجل كان في برضه ماتشات كان كتير سنه بدأ جدا. يكبر، يعني كان سنه والراجل كان قبل في سنه لقطات بدأ. كتير بالظبط. جدا هو القشه الوحيده اللي بينك وبين الانهيار الكامل. يعني انت لو تفتكر مثلا ماتش 8-2 بايرن ميونشن قدام ليفربول، تخيل النتيجه دي كانت ممكن تبقى 8-0 واكتر لو ما كانش موجود لويس سواريز. لان لويس سواريز كان برضه عامل مباراه جيده جدا. الناس بتنسى ان لويس سواريز ماتش، لانه ماتش نتيجه كبيره، الراجل جايب هدفين وكان ضيع كتير. جاب جون واحد. جاب هدف وصنع ده بدل الواجب التاني في نفسه. هو اللي جابه مم. وكان داخل عليه سواريز. فانت بتتكلم ان هو يعتبر هو المتسبب في الهدفين في واحد من اسوأ النتائج اللي عدت في تاريخ برشلونه. ثم راح اتلتيكو مدريد، الناس كلها مستنيه انهيار، شكرا انا باخد الليجا مع اتلتيكو مدريد. انا راجل بحط رجلي كواحد من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ الليجا. حته اوفر ريتد على سواريز؟ لا خالص خالص. هي رؤى. ما عنديش مشكله، بس هي راي غريب شويه. انا هقول راي اغرب منه دلوقتي. طيب وهنا بقى بدأ. انا بشوف ان لا، على العكس من لويس سواريز، انا دايما بشوف ان نيمار اوفر ريتد جدا. بص انا ما عنديش مشكله ان انت تبقى لعيب مهاري، بس انا مش جايبك شو اوف، مش جايبك نقيس سكيلز، انا جايبك نلعب كوره. انا جايبك عشان تديني موسم، الموسم 34 ماتش، انا عايزك تلعب معايا فيه. مش هقول لك 30، مش هقول لك 29، مش هقول لك 28، عايزك تلعب معايا فيه 25 ماتش في الدوري. نيمار ما عملهاش. نيمار خالص في مسيرته كامله ما عملش. ما ادكش 25 ماتش في هو الدوري. ده نظري فيه، معلش ماتشين بيروح عيد ميلاد اخته الاصابه. بالظبط. معلش يعني ده دول الجمعه على جنب، دي في العقد عنده. تمام. اي بيروح عيد ميلاد اخته بيتصاب فيه. تمام. بس لا، نيمار ارقامه كمان مع برشلونه، انا شايف ان هو مش اوفر ريتد، هو اتظلم نفسه طب انا هسالك سؤال، ارقامه بره برشلونه؟ مع لان بنزيما. هو كان في الفتره البرايم. لا يا راجل، مع بنزيما لا خالص جدا. خالص هم كانوا ضعيف جدا خالص. مع باريس هو كان في غيره، هو كينيان في باريس ما ساعتها. كانش في غيرهم، بس ما كان تخيل ما فيش غيرهم وانت مش كويس. وانت مش كويس. تخيل ان ما فيش غيرهم وانت بتتهاجم في قلب ملعبك برنس بارك من جمهورك لان انت لاعب هو سيء. هو عنده رعونه، بس لا، كان لما تبقى قوي في رجله كان فعلا كان يخوف اي باك. ما هو الفكره بقى ان انا مش جايبك عشان تخوف اي باك، انا جايبك عشان تلعب معايا ستراكشر، تلعب معايا سيزون، تجيب لي بطوله. هل نيمار لوحده اداء فردي عمل زي ميسي زي سواريز زي ناس تانية كتير جدا ساهمت في ان هي تحسم لك بطوله؟ انا شايف ان في 2015 كان عامل كبير فيها جدا نيمار. هو اللي حسم لك البطوله؟ لا، في لقطات لا، كتير اللي جدا. حسم البطوله 3. اوكي بس في لقطات كتير جدا ما كانش موجود فيها نيمار. معظم اللقطات المهمه في السيزون ده ما كانش فيها نيمار. فالفكره ان انت بتقول ان انا واحد من احرف لعيبه كره القدم. لا معلم، انت ممكن تلعب فري ستايل تبقى رهيب. انت فري ستايل بص جامد، انا بحب اتفرج عليك لقطات، بس انا عايز لاعب تكتيكال يديني كره قدم. انا عايز لاعب لما انتقل من برشلونه اروح باريس سان جيرمان ومرتب فلكي، مرتب ما حدش يحلم بيه، ويتقال لي ان انا النكست كامينج انفستمنت، ان انا المشروع الجاي لباريس سان جيرمان، ادي على القدر ده. لما اروح الهلال السعودي برقم خرافي فلكي ويطلب مني ان انا ابقى النكست بيك ثينج للدوري السعودي، انا ما اديتهمش 10% من ده. هو راح كان بس بالفلوس راح كان كبسه بالظبط. وخد فلوس واحتفل بعيد ميلاد اخته واعلانات وبتاع والدنيا تمام. لكن انت تتكلم ان ده لاعب بيلعب كره قدم من سنه كام؟ 2013 2014. قبل كده تقريبا 2012. يعني بنتكلم على المستوى الاحترافي مثلا من اول ما الاحتراف نشوفه في الكبير من برشلونه. اول ما شفناه في اوروبا. انا بكلمك سيبك من البرازيل، البرازيل هو ده. ليها معايير مختلفه. بس كان برضه كان زي السادس. كان هو جاي طلع كده. كان عنده كام سنه؟ كان عنده حوالي 17 18 سنه. الكره البرازيليه وقتها كانت عامله ازاي؟ كان حلو. لا كانت عاديه. كان اي لاعب مهاري، بص البرازيل اي لاعب بيعرف يعمل فيها الشو هيبقى حلو قوي، هيبقى ممتع قوي. لكن
تعالى رحت برشلونه. لا واو. بس على فكره اعتقد ان نيمار واخد جايزه بوشكاش وهو في سانتوس. اوكي لقطه. ما هي لقطه الجايزه دي ماشي. ايوه هو الجون طيب، ده انا الجون قعدت ده. كذا ماتش عشان اجيب الجايزه. لا بالظبط، ثانيه واحده، شايل فعلا ثانيه واحده بس. سانتوس اللقطه دي هل هي اللي تسببت في النهايه مثلا ان انا فريقي يوصل لبطوله زي مثلا جول ليفربول محمد صلاح في روما؟ لا. لا، انا حطيت فريقي على منصه تتويج الشامبيون ليج لان انا جبت جون حلو. تمام. طيب لاعب، احنا قلنا ان هو بدا نقول نتكلم من 2012. من بعد 2015 لما مشي من برشلونه هو فين؟ مش موجود فعلا دلوقتي. بين الضياع انتوا عارفين احنا بقالنا كام سنه؟ 2015 كتير. 10 سنين. انا لاعب لعبت 3 سنين وبيتقال علي ان انا ليجند، مقابل ان انا لعبت 10 سنين يا اما تمر يا اما في فرنسا باكل كرواسون. بالظبط. ده اللي انا عملته دلوقتي في البرازيل بيشغل. في البرازيل دلوقتي، حتى بتصاب يعني كالعاده. فانا لاعب، معلش انا لاعب من وانا في سن صغير جدا اتقال لي من كل اطباء الفريق ان انا محتاج اشتغل على المستوى البدني بتاعي لاقصى درجه ممكنه. ساعتها عملت مع ده بمنتهى الرعونه، لدرجه ان كان في التحامات لا ترتقي ان هي تتحسب مخالفه كانت بتسبب لك في اصابه كبيره بالظبط. من كتر ما انت ضعيف بدنيا. ومعلش انت كلاعب كوره في مستوى احترافي انت تتحمل جزء كبير من ده. انت عندك لعيبه كتير قوي ضعيفه بدنيا ثم اشتغلت على نفسها لحد ما بقت بتقدر على الاقل تديني 26 ماتش 25 ماتش في الدوري. ما كلمتكش على الشامبيون ليج، انا عايز 25 ماتش في الدوري. ده كان عنده مشكله كبيره جدا مع الحكام، اللي هو كان لما كان بيمثل مره في الثانيه في الثالثه بدات الحكام تاخد عنه فكره ان انت خلاص انت هتمثل حتى لو وده كان حقيقي. ايوه، ما هو كان بيمثل مره والثانيه والثالثه والرابعه، فانا كحكم مش عايز احط عليها سبوت ان انا بشجعك على اللي انت بتعمله ده. بس في النهايه انا بتكلم ان انا لاعب تعتبر مسيرتي الاحترافيه اقصى حاجه عملتها 3 سنين. هل ده يحطني از ليجند؟ مستحيل. فانا بالنسبه لي ده ما يعرف انت اوفر ريتد. هل ده يخليني اخد اكبر عقد في تاريخ فرنسا؟ اكبر عقد لا. في تاريخ السعوديه؟ واحد من اكبر العقود في تاريخ برشلونه؟ انا رايح النادي بالاسم. بالظبط. في النهايه عشان كده انا بشوف ان نيمار واحد يستحق ان هو يتحط نمبر 1 از توب ريتد ان ذا وورلد. فدي وجهه نظري، وانت لما نشتري فيها اهو لا تعدي وجهه نظر صح او قريبه من الصح. وجهه نظر برضه. طيب رقم واحد عندنا هو كاسيميرو. كاسيميرو شايف اللي هو لاعب اوفر جدا، ما يستاهلش الضجه اللي معموله عشانه. هو مره واحده لقينا كاسيميرو بيلعب في ريال مدريد، لقينا اتنين قدامه مودريتش وكروس، الاتنين بيسهلوا اي حاجه على اي حد. يعني احنا مع احترامي الكامل لو جبنا مروان عطيه وديناه ريال مدريد وجنبه مودريتش او كروس، فهو هيأدي اداء خرافي. فلا كاسيميرو كان يعني مثلا هنعمله مثلا مقارنه بسيطه ان كاسيميرو قصاد بوسكيتس. كاسيميرو كانت كل شغلته اللي هو بيقطع الكوره وباصي لاقرب واحد ليك قتل بس. انما اتفرج على بوسكيتس كان بيقطع الكوره، كان بيعرف يطلع بالكوره من وسط واحد واثنين وثلاثه، كان بيعرف يعمل باص طولي يوديك انت والجون انفراد، بيعرف يعمل كل حاجه. تمام. فانا شايف ان كاسيميرو بصراحه خد سيت كبير جدا في ريال مدريد، وخصوصا كمان بعد ما مشى هو رايح برضه لمانشستر يونايتد. انا المنقذ، انا الحاجه امسك لكم خط النص، مش هسيبه، مش هخلي حد فلا في طول ما فيش جنبه حد بيلعب كوره هو حرفيا مش موجود. فدي وجهه نظري ان كاسيميرو اكتر لاعب اوفر ريتد او انا شفت الفتره اللي انا شفته فيها. ايه رايك يا محمود؟ انا شايف كازيميرو هو فعلا الدور بتاعه في التوتال كارير لحد الان يعني ان هو كتر فعلا، بس كان بينقصه حاجات ياما زي ان انا فعلا ما بتدربش بالكوره صح. يعني انا دوري ان انا بقطع الكوره، وساعات ممكن تلاقي لقطات ياما مودريتش ينزل يستلمها منه، يعني مش هتوصل لحتى لمرحله ان انا اوصل لك الكوره، انا مش هوصل لك بالمنطقه دي. مثلا لما فعلا لما راح لليونايتد، واول سيزون اول ليه يعني مع اليونايتد كان كويس بس كان ساعتها اليونايتد كان مفتقر، او ككازيميرو بالنسبه لهم دي جوده كبيره في المنطقه دي. يعني انا كان عندي مين؟ كان عندي ماكتوميناي، واللعيب كان عنده برده شويه مشاكل، بس لما جه كازيميرو هنا هو كازيميرو بالنسبه لهم التوب. يعني هو بالنسبه لهم في المنطقه دي حاجه كبيره. انا لما بقطع، انا لما بزيد في الكور الثابته حاجه كبيره جدا كده بالنسبه لنا، ان ديفندر بيعمل معانا حاجه شبه دي. ما كانش في حد معاهم في حاجه شبه دي. تبص مثلا مع المنتخب،
المنطقه دي ذات نفسها برضو لو لفيت حواليها ياما هتلاقي ان ما كانش اعتماد البرازيليين اصلا على الديفندر. يعني هو برضو كان بيأدي نفس الوظيفه، نفس القطر، نفس كل حاجه، ما بيعملش جديد. حتى التدرج بالكره ما فيش، هو كان في كذا لعيب يستلم منك، يعرف يعمل مهاره، يعرف يعمل اي حاجه ويخلص كل حاجه مع كان بينافس في المركز ده كمان هو فابينيو. فابينيو اكيد. كان فابينيو هي- كان انا بشوف حاجه مهمه. مثلا انا ما اقدرش احطك كاوفر ريتد. ليه؟ انت لاعب طول عمرك محطوط في حته معينه بتعملها على اكفأ وجه. يعني انت لاعب طول عمرك ديستروير، طول عمرك كاتر. كل اللي مطلوب منك طول الوقت، لان كل المدربين اللي انت اتدربت تحت ايديهم بيلعبوا بفكره الدستروير. يعني هو ما اتدربش تحت ايده واحد زي بيب جوارديولا مثلا. هو بيلعب مع مين؟ مع انشيلوتي. انشيلوتي تاريخه كله من اول ما بدا يدرب الى الان معتمد على ان الفرقه دي يكون في واحد كاتر او دستروير. ثم مانشستر يونايتد الفترات كلها معظم المدربين اللي جم بتيجي اصلا مانشستر يونايتد بيعتمد دايما على ان في لاعب كاتر. فكره او دستروير. فكره برضو برازيل نفس الحاجه. برازيل دايما كان بينقصها او بتحتاج دايما اجريشن في حته نص الملعب، ان انا يبقى عندي لاعب دستروير هو اللي هيعمل الالتحامات، هو اللي هيخبط، هو اللي هيعمل. فانا لاعب بعرف، انا متفق معاك ان هو بيعرف يعمل حاجه واحده، بس انا مش مطلوب مني غير حاجه واحده. بس لا بس يعني مثلا فتره شبه فتره زيدان. تمام. زيدان لو معاه حد بيعرف يضرب بالكوره او حد كواليتي افضل من كاسيميرو اكيد كان هيلعبوا عليه. اكيد كان هيلعبوا عليه، لكن الفكره هل كان عندك متاح عندك حد؟ هل كازيميرو نفسه بس حد ده نفسها ضد كازيميرو او ناحيه كازيميرو كان بتوجه له اي نقد؟ الراجل كان دايما بيشيد بيك جدا وبالورك ريت بتاعك جدا، وان انت راجل بتعمل اللي عليك واكتر، وان انت من اكتر اللعيبه اللي بتقدم للفريق، لان ده المطلوب منك. هل انا اقدر اقول مثلا احنا على مستوى الكره المصريه، هل اقدر اقول ان حسام عاشور ما كانش لاعب جيد؟ هل اقدر اقول ان طارق حامد ما كانش لاعب جيد؟ لا. ليه؟ ان هم عملوا الوظيفه المطلوبه منهم. انا مطلوب مني ان انا ابقى دستروير. انا مطلوب مني ان انا اخد الكوره من هنا، ادور على اقرب لاعب وظيفته او دوره ان هو يطور اللعب واديها له. بالعكس انا لو حاولت اعمل غير كده في لقطات كتير جدا حاول فيها كازيميرو، حاول فيها اللعيبه اللي بتتصنف ان هو دستروير، حاولوا يعملوا فيها غير كده، كانت نتيجه ده بترجع بالسلب عليا وعلى فريقي، فبالتالي برجع اعاني. لان انا برضه في مركز حساس جدا. انا يعتبر اللاعب اللي قبل خط الدفاع والمرمى، ففي مرحله بنى اللعب الباكات بتفتح، قلوب الدفاع بتفتح، فبالتالي انا غلطتي هنا احيانا بتبقى كارثيه. ففي مدربين كتير جدا يقول لك لا انا ما خاطرش باللعب في الوقت ده، انا محتاج لاعب دستروير ياخد الكوره يدورها مع المدافعين او يدورها مع اللعيبه الثانيه في نص الملعب اللي من مسؤوليتهم بناء اللعب وهو وراهم، عشان لو الكوره اتقطعت من اللاعب اللي بيبني اللعب ده يبقى وراه على طول اللاعب اللي قبل الدفاع. يعني على سبيل المثال توني كروس ولوكا مودريتش في فترات كتير جدا، مثلا في الكره الطوليه بتاعت توني كروس كم مره دخل عليه لاعب باجريشن وقام حاطط رجله وقطع الكوره قبل ما تلعب الكره العرضيه؟ كتير جدا. كتير. طب تفتكر كم مره جه منها جول؟ قليل. لا قليل. ليه؟ لان في لان واحد دايما في وراك حد اول ما هو بيحط رجله وياخد الكوره، الكوره يا اما هترد دايركت لكازيميرو يا اما هتلاقي كازيميرو نفسه معاك في التحام مباشر وانت لسه طالع من الالتحام، فعارف كويس جدا ان انا اخد منك الكوره على المستوى البدني. ما يتحطش ليجند، ما يتحطش هيرو، لكن ما يتحطش ان هو اوفر ريتد او ان هو لاعب سيء، لان انا لاعب معروف ان انا عندي حته ان انا قاتل او ديستروير. انت طالب مني ده هتاخد مني ده. لما ما بقتش طالبه مني انا هروح اشوف نادي تاني يطلب مني ده، ومش هبقى فيه من اعلى الرواتب ومش هبقى فيه السوبر ستار، بس هبقى اللاعب اللي بيعمل وظيفته، هبقى اللاعب ديستروير. حته اوفر ريتد دي لا شايفه بصراحه كان واخد 6 ارقام يعني. ماشي، ده رايك ويحترم وكل حاجه، بس انا بشوف ان كازيميرو من الناس اللي كانوا مميزين جدا في حته الديستروير اصلا. بس ايوه هو بس دستروير مطلوب منه بس. إنه يبقى ديستروير بس. ما هو لو مطالب منه حاجه، يعني انا مثلا انت تعرف لو كان مدير فني طلب منه حاجه تاني ما تعرفش، بس هو مش هيعرف يعمل حتى لو طلب. انا مثلا لو جيت طلبت مثلا من كاسيميرو ابني لي هجمه هيعرف؟ هل اقدر استغنى عن كازيميرو واكتفي باللعيبه الثانيه اللي بتعمل لي ده؟ مش فاهم. استحاله. يعني لو انا شلت كازيميرو ونزلت من على الدكه مثلا في ريال مدريد اسكو او اسينسيو او سبايس في الفتره اللي كان موجود فيها، هل لا بس هستفيد منه؟ بس دول مش ديفندر. ايوه ما انا بقول لك انت انت دلوقتي مثلا بتقول دلوقتي لي مثلا ممكن تشاوميني دلوقتي انا شايف ان هو من اسوء اللعيبه اللي موجوده في اليونايتد حاليا تشاوميني على حاليا المستوى الحالي. على المستوى الحالي السيزون ده، اه بس هو الراجل بيقدر مستوى يقطع سيء. كوره وبيقدر يطلع بهجمه. ايوه بس هو حتى ده بيعمله بمستوى سيء، فدلوقتي انت شفت ان هو سيء. كازيميرو ما كانش بيعمل ده في مستوى سيء. يعني كازيميرو اللاعب اللي دايما هتلاقي الريت بتاعه في اي مباراه من 6 ل 7، بس خلي مش هيبقى بالك 8 مش بس هيبقى 9 بس خلي بالك يا مش هيبقى دكتور 5. برضو لو حد دخل على كاسيميرو وعمل معاه التحام
انت مش هتلاقي مثلا وراك واحد شبه ايا كان الاسم، لا انت في وراك راموس، عظيم. في وراك فاران. تمام. فبرضو انت كدستروير انا عندي اتنين، برضو عندي واحد شبه راموس ده لوحده، انا ممكن اخد فيندر. ماشي، بس انا بتكلم في حته ان انا ده مركزي وانا بعرف اعمله. يعني في كام لقطه مثلا في موسم اهو، الموسم الاخير، في كام لقطه شفت واحد بيتفوق على كازيميرو في التحام بدني وبياخد منه حته الدستروير او القطر؟ قليل. بتحصل اكيد. طيب وجهة نظر برضه تحترم، وانت وجهة نظر تحترم. نستنى رايكم في الكومنتات. كل واحد فينا يكتب الخمسه بالنسبه له مين، و... واحسموا الجدل بقى، عشان يعني اكيد في حاجه هتضايقكم من هنا، اكيد انا في حاجات مضايقاني انا فيعني اكيد في حاجات هتضايقكم. طيب نورتني بجد، يعني انا بتبسط لما تبقى معايا. وانا والله جدا. حبيبي انا بحبك حبيبي من غير ما تقول حاجه. بحبك. طيب يا صديقي، ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وعلى زر الجرس. ان شاء الله الحلقه تكون عجبتك. لو عايز تتكلم عن حد معين سيب لي في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه يا صديقي. ما تنساش صلي على النبي.